الصحيان بدري واحدة من أهم العادات اللي لو واظبنا عليها حياتنا هتتغير 180 درجة. والسؤال هنا هتتغير ازاي يعني؟ في الأول لازم نعرف ايه الأسباب اللي بتخلينا ما نصحاش بدري. والسبب الرئيسي هو إننا بننام متأخر. بس بننام متأخر ليه؟ عشان بنتفرج على التلفزيون لوقت متأخر، والإشعاعات اللي بتخرج من شاشات التلفزيون والكمبيوتر والموبايل والتابلت دي بتقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين ده المسؤول عن النوم أو بيسموه هرمون النوم، فلما بيقل مش بنعرف ننام، فبالتالي بنسهر ومش بنقدر نصحى بدري. تاني حاجة هي إننا بناكل قبل النوم. طبعا الأكل بيبقى محتاج إن هو يتهضم، فمش بنعرف ننام فبنسهر. تالت حاجة وهي إننا بننام والشبابيك مقفولة، ودي مشكلة كبيرة لأنه أثناء النوم بنخرج كمية من ثاني أكسيد الكربون أكبر من اللي بنخرجها وإحنا صاحيين، فبالتالي مش هنعرف ننام بشكل كويس ومش هنكون مرتاحين. رابع حاجة وهي مواعيد النوم. لما كل يوم ننام في وقت مختلف عن اليوم اللي قبله، دي حاجة هتخلينا ما نعرفش ننام بسبب الساعة البيولوجية لجسمنا. عدم وجود روتين للنوم خاص بيك ده سبب من الأسباب اللي بتخليك تسهر وما تنامش بدري، فبالتالي ما تصحاش بدري. روتين النوم ده زي انك تغسل اسنانك، تغسل ايدك ورجلك ووشك، او تتوضى اسهل، تشرب كوباية من المية، تنظف سريرك قبل ما تنام عليه، تفتح الستاير والشبابيك للإضاءة والتهوية.